بالطريقه دي. السلام عليكم، اهلا بكم درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر ابو هاشم ودي قناه تعلم تي في. النهارده ان شاء الله هشارك معاك حاجه اتعلمتها الفتره اللي فاتت دي وفادتني كتير جدا جدا جدا. حبيت ان انا اشاركها معاك كونك صاحبي وحبيبي يعني. وعشان انت صاحبي وحبيبي لازم دلوقتي تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس. الفتره اللي فاتت دي اتعلمت 5 حاجات فادوني في حاجات كتير جدا. فادوني في حياتي العمليه وفادوني في حياتي الشخصيه وفادوني في حاجات كتير جدا كنت انا تقريبا غافل عنها. انت لو جيت سالت اي حد في الحياه انت نفسك في ايه؟ يقول لك انا نفسي ان انا انجح، وان انا نفسي اركب عربيه فراري، وان انا نفسي اركب عربيه رانج روفر، وهيقلد لك محمد رمضان في حياته المهنيه. ولكن اي شخص ناجح واي شخص فاشل في الحياه دي بيجي في وقت ما بيبقاش هو عارف هو عايز ايه، يعني بيستسلم. طب ليه ان هو بيستسلم رغم ان هو عايز ينجح ورغم ان هو عايز يوصل لكل حاجه هو عايزها؟ ليه دايما بيقف وبيقع في نص الطريق؟ لان دايما اللي بيميز الشخص الناجح عن الشخص الفاشل حاجه واحده بس، هو ان الشخص الناجح بياخد خطوه اضافيه عن الشخص الفاشل، رغم ان اصلا الخطوه الاضافيه دي بتبقى مرعبه بالنسبه لاي شخص هو عايز ياخدها، لان هو ما يعرفش ايه اللي ناتج عن الخطوه اللي هو ياخدها دي، ولكن هو مؤمن بنفسه ومؤمن بالطريقه اللي هو ناوي يمشي بيها. فدايما اعرف ان اي شخص مؤمن بنفسه بيوصل. صدقني يا صديقي، لو انت مش مؤمن بنفسك تفتكر مين هيؤمن بيك؟ عشان كده النهارده انا هشارك معاك 5 حاجات انا استفدتهم وتعلمتهم الفتره اللي فاتت دي، فحبيت ان انا اشاركهم معاك علشان تقدر توصل لاي حاجه انت عايزها في اي مجال انت عايزه. اول حاجه، عمرك ما تتاثر بالظروف اللي حواليك. حاول دايما تواكب كل الظروف اللي حواليك وكل الاحداث اللي بتمشي حواليك، حاول دايما تمشي معاها. لان الشخص صاحب العقليه الضيقه فاكر ايه؟ فاكر ان النجاح هو عباره عن فانوس سحري هتدعكه هيطلع لك فلوس وهيطلع لك نجاح وهيطلع لك كل حاجه انت عايزها، ولكن ما يعرفش ان دايما حوالي ورا اي كواليس وراها تعب ومشقه وتعب وكل حاجه انت نفسك توصل لها. علشان كده الفيديو اللي انت بتشوفه ده ممكن تقول ان بيتصور في 2 3 دقايق، على الرغم من ان الفيديو بيتصور وبيتمنتج وبيتكتب له سكريبت وبقعد اسهر عليه عشان اذاكره عشان اقدر اوصله لك بالطريقه اللي انت شايفها دي. فعلشان كده حاول دايما ما تتاثرش بالحاجه اللي حواليك، ما تتاثرش بالظروف. الظروف عمرها ما هتكون معاك، يعني دايما اعرف ان الظروف عمرها ما هتبقى معاك. فدايما حاول انت ما تتاثرش وتواجه كل الظروف اللي انت ماشيه معاك. فاول خطوه في حياتك نحو ايه نجاح او ايه طموح ان انت ما تتاثرش بالحاجات اللي حواليك. الحاجه الثانيه، حاول دايما تبعد عن الاشخاص السلبيين. كتير مننا بيشارك آراءه أو بيشارك طموحه أو نجاحه مع أشخاص أحيانا بيبقى عندهم طاقة سلبية. علشان كده حاول دايما لما تيجي تشارك رأيك أو تشارك أي حاجة مع أي حد اعرف هتشاركها مع مين. لأن أنا اتعلمت الفترة اللي فاتت دي من كتاب قوة عقلك الباطن بتاع الدكتور جوزيف ميرفي، اللي هو الكتاب ده بالمناسبة يعني هو الكتاب اهو. قال لك ان دايما عقلك بيستقبل كل حاجه بتوصل له. يعني انت لو قلت ان عقلك ان انت كويس هتبقى كويس، قلت لعقلك انت فاشل هتبقى فاشل، قلت لعقلك ان انت هتبقى ناجح هتبقى ناجح. فحاول دايما انت تبرمج عقلك على حاجه انت عايزها. يعني ما تقعدش مع شخص سلبي وتقول ان انت عايز تاخد من الشخص السلبي ده حاجات انت عايز توصل لها، وتقعد تحكي له عن طموحك واحلامك وتقول له والله انا عايز اوصل لكذا وان انا عايز اوصل لكذا، وفي الاخر هيكون رده ان هو هيقول لك يا عم سيبك، احلام ايه وطموحات ايه؟ خليك عايش عيشه اهلك، حاول تعيش الحياه اللي احنا عايشينها اللي هي الجماعه الاوبن مايند اللي هم عايشين حياتهم عادي، فكك يا عم بلا احلام بلا طموحات.
فده اصلا هيتبرمج عليك على طول، عقلك هياخد الكلام ده يحطه في عقلك ان انت فاشل، فهيخليك ان انت من الطبيعي ان انت فاشل. حاول دايما اعرف ان الشخص اللي انت هتقعد معاه لا اما شخص سلبي وبلاش تقعد معاه من الاصل، لا اما شخص عنده طاقه ايجابيه وحاول انت تقعد معاه. الحاجه الثالثه، حاول دايما ان انت تكون مؤمن بقدرتك، واعرف ان دايما الايمان بالقدر او ايمانك بنفسك هو اول حاجه من طريق النجاح. ان دايما طريق النجاح هو ايمان بالنفس. وتخيل معايا لو انت محدش مؤمن بيك، مين هيؤمن بيك؟ او انت مش مؤمن بنفسك، مين اللي هيؤمن بيك؟ ما انت شخص اصلا ما عندكش ايمان بنفسك، او ما عندكش ايمان بالنجاح اللي انت عايز توصل له، او حاجه معينه انت عايز توصل لها. فتفتكر مين اصلا هيؤمن بيك وانت اصلا مش مؤمن بنفسك؟ حاول دايما ان انت تؤمن بنفسك وباحلامك وطموحاتك، لان انت دايما هتفشل في الحياه. خلي بالك الفشل ده عباره عن تجارب، وعباره عن اصلا حاجه انت اخدتها غلط وقرارات غلط واصحاب صحتهم غلط، وكل الحاجات دي بتتكون في حياتك، ودايما هتقع وهتقوم وهتقع وتقوم. ولكن دايما حاول في الاخر تتعلم من فشلك ده، وتكون مؤمن ان انت دايما هتقع، ومؤمن بقدراتك ان انت هتقوم من الوقعه اللي انت وقعتها دي. فدايما حاول انت تكون مؤمن بنفسك، دايما اؤمن بنفسك، لان اول طريق النجاح لاي حاجه ان انت تكون امن بنفسك ومؤمن بالحاجه اللي انت بتعملها. رغم كده عمرك ما هتوصل لحاجه انت عايزها اصلا. الحاجه الرابعه، عمرك ما تسمح للخوف ان هو يسيطر عليك. اي واحد في الحياه عايز ياخد اي خطوه، اول حاجه بيكون حاططها قصاد عينه ان هو خايف من الحاجه دي يوصل لها. يعني دايما بيقول ان هو ايه، انا مش هوصل، انا دايما هفشل، انا دايما خايف من الحاجه دي، انا دايما خايف، انا دايما خايف، وهيفضل طول عمره خايف ومش هيطلع بره منطقه الكومفورت زون او منطقه الراحه اللي هو قاعد فيها. عشان كده حاول دايما تحول خوفك ده لنجاح. ازاي؟ تقلب الخوف ضدك او تقلب الخوف معاك. ازاي تقلب الخوف معاك؟ انت خايف ان انت تبدا في حاجه معينه، طب ما تجرب تبدا فيها وممكن تنجح وممكن تفشل، بس تنجح، هتنجح معاك. هو انا مش بضرب مش عارف علم الغيب، بس انت هتفشل وهتفشل وهتفشل، بس اعرف ان بعد 50-60 فشل في حياتك هتوصل لحاجه معينه في الاخر. هي دي اللي بيميز شخص ناجح عن الفاشل، هو ان انت بتبدا وبتكسر حاجز الخوف ده. فدايما حاول ان انت تبدا في حياتك عموما وما تخافش. واحد زي روجر بنستر ده قطع ميل كامل في 4 دقايق، وكان اول شخص في بريطانيا يعمل الحركه دي الا وهو روجر بنستر. وبعديها حوالي 1500 شخص لغايه وقتنا هذا قطعوا روجر بنستر في 4 دقايق ميل كامل. هل هو خايف من الحاجه دي؟ ما كانش عملها اصلا. حاول دايما ان انت تكسر حاجز الخوف اللي انت عايز تعيشه في منطقه الراحه، وان انا خايف وان انا لا مش طالع بره المنطقه اللي انا عايشها دي. حاول دايما تكسر حاجز الخوف ده عشان تقدر توصل للي انت عايزه. الحاجه الخامسه والاخيره، ابدا مهما كانت ظروفك، وابدا مهما كانت التحديات اللي انت هتعملها، وابدا مهما كانت ظروفك ازاي الزفت، بس حاول تبدا في الاخر، لانك لو ما بداتش هتفضل طول حياتك زي ما انت ومش هتوصل للي انت عايزه في الاخر. فحاول ابدا مهما كانت ان انت هتفشل، وحط الفشل قدامك، لانك في يوم من الايام هتفشل وهتفشل وهتفشل وهتقوم وهتقف وهتقوم وهتقعد، بص، وهتعمل كل حاجه في مرحله ان انت عايز تنجح في حاجه معينه. فاعرف من الاخر ان انت لو ما بداتش دلوقتي في غيرك هيجي يبدا وهياخد مكانك اللي انت اصلا المفروض كنت ده مكانك، بس انت الفكره ان انت ما بداتش، فهو بدا ونجح. فهم دول 5 حاجات اللي شكلوا شخصيتي دلوقتي، شخصيه عمر ابو هاشم، الشخصيه اللي انا يعني كنت دايما مؤمن بيها، والحمد لله انا وصلت لها. بقيت ببدا في حاجه انا عايزها، بقيت مؤمن بنفسي ومؤمن بقدراتي حتى لو كانت محدوده، بقيت ما بصاحبش اشخاص سلبيين لان ده هينعكس عليا، بقيت بفكر بطريقه مختلفه، بقيت بحاول ان انا قدر الامكان ابعد عن الاشخاص السلبيين، بحاول ان انا ابدا في حاجه.
فالخلاصه من الاخر في الفيديو ده، حاول انت تبدا، وان انت تكون مؤمن بنفسك، وان انت ما تخافش، وان انت هتبدا مهما كانت ظروفك، وما تتاثرش بالسلبيات اللي حواليك، وما تتاثرش باصحابك السلبيين. كل الحاجات دي هتكون شخصيه في الاخر قويه مؤمنه بحلمها. فدايما حاول انت تبدا. فعلشان ما اطولش عليك، الخلاصه من الاخر، ابدا مهما كانت ظروفك. فبس كده، اشوفك في فيديو تاني بقى ان شاء الله بنفس الستايل ده. اشوفك على خير. تنسوا الاشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.